ويا اهلا وسهلا. ناس كتير بتشطب الشقه بتاعتها وبتفرشها وفي الاخر بيلاقي نفسه ما وصلش للشكل اللي هو عايزه، بيلاقي نفسه عمل ميكس لستايلات كتير في الديكور. في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تختار ستايل واحد بس يناسب شخصيتك ويناسب ذوقك في الديكور ويحسسك ان بيتك قطعه واحده. خليني اقول لك في البدايه ان احنا هنقسم الفيديو بتاعنا لاربع اقسام، تمشي على الاربع اقسام دول كويس واوعدك ان انت هتوصل لاحسن حاجه انت بتفكر فيها. اول قسم معانا لازم تبقى عارف ان في اربع ستايلات اساسيين في الديكور اللي احنا بنشتغل عليه، سواء كنا مهندسين ديكور او كنا بنشطب لوحدنا، فلازم نبقى عارفين ان في اربع ستايلات اساسيين في ديكور البيت. اول ستايل معانا وهو الستايل المودرن، الستايل الكلاسيك، الستايل البوهيميان، والستايل الاندستريال اللي هو الصناعي. المودرن الوان حياديه، خطوط مستقيمه، اقل عدد ممكن من التفاصيل. الكلاسيك زخارف وتفاصيل اكتر والوان اتقل. البوهيميان الوان دافيه ونقوش ولمسه عشوائيه حره زي ما انت تحب. الاندستريال خامات خام من الخشب او المعدن، شكل جريء شويه وغريب. القسم الثاني ازاي اقدر اختار الستايل اللي يناسب شخصيتي. بتحب البساطه والهدوء يبقى تروح للستايل المودرن، بتحب الفخامه والهيبه يبقى تروح للكلاسيك والنيو كلاسيك والسيمي كلاسيك، بتحب اللمسه الغريبه والهاديه تروح للبوهيميان، بتحب الجرأه وانت شخص جريء ومش بيفرق معاك حد تروح للاندستريال. طبعا قبل ما نكمل للقسم الثالث والرابع انا عايز اقول لك ان دول اهم اربع ستايلات في الديكور اللي بنبني عليهم الديكور بتاعنا، ولكن ستايلات الديكور ليها مسميات كتير وممكن نعمل فيديو كامل عن ستايلات الديكور اللي موجوده في العالم. هم انواع كتير جدا واعداد كتير جدا، ولكن دول اهم اربعه تقدر تمشي عليهم عشان توصل لاحسن شكل ممكن من غير ما تتوه نفسك وتدخل في متاهات كتير. القسم الثالث ازاي التزم بطراز وستايل واحد في ديكور البيت. هنختار ثلاث حاجات او هنهتم بثلاث حاجات. عندنا الالوان، العفش، الاكسسوارات. لازم تتاكد ان الالوان دي من الالوان اللي موجوده في الطراز بتاعك، وفي القسم الرابع هقول لك تعمل كده ازاي. العفش لازم تتاكد ان العفش ده من ستايل وديكور الطراز اللي انت مختاره. الاكسسوارات برضو تتاكد ان هي من نفس الطراز ومن نفس الاكسسوارات اللي موجوده في الطراز او الستايل اللي انت اخترته للبيت عندك، لان انت كل تفصيله صغيره هتنقيها وهتختارها وهتحطها في البيت عندك لازم تتاكد كويس جدا جدا ان هي من ضمن الستايل اللي انت هتمشي عليه. اهم حاجه تخليك فاكر ان ايا كان الستايل اللي انت هتمشي عليه تتاكد ان انت الوان الدهانات في الشقه عندك على قد ما تقدر تبقى متقاربه من بعضها، ويفضل ان هي تبقى لون واحد. وعلى قد ما تقدر سواء هتحط خشب في البيت او هتحط ستانلس او هتحط اي ملمس او اي تطعيم من التطعيمات، تحاول تكرر التطعيمات دي في انحاء البيت بالكامل. ده هيحسسك بان بيتك قطعه واحده او قطعه فنيه واحده متكامله مش ناقصها اي حاجه ومريحه للعين. القسم الرابع وده اهم حاجه مهمه جدا ان انت تاخد بالك منها، لازم تعمل تغذيه بصريه لعينك قبل ما تبدا تشطيب شقتك، سواء بتشطب لوحدك او بتشطب مع مهندس ديكور. هتدخل على بنترست وهتبدا ان انت تشوف المود بورد وتختار الكالر باليتس اللي تتناسب مع الستايل او الديكور اللي انت هتشتغل عليه في بيتك، وتعرف تختار ايه الالوان المناسبه لديكور بيتي، لان كل ستايل من الستايلات اللي احنا اتكلمنا عنها ليه الوان كتير، في اللي الوانه محايده وفي اللي الوانه صريحه، كل واحد وليه الوانه اللي تنفع تمشي معاه. فلازم تحدد من البدايه الكالر باليتس اللي هتشتغل بيها في البيت بتاعك كله، وتبدا ان انت توحد الالوان اللي هتختارها في البيت بتاعك، الوان الارضيات، الوان الحوايط، الوان الستاير، الوان العفش، الوان النجف، الوان السقف. كل ده مهم جدا جدا جدا. الوان الاكسسوارات تبدا ان انت تكون متخيل وتبقى عارف من البدايه كل حاجه لونها هيبقى ايه، عشان لما تنزل تشتري الحاجه تبقى عارف انا هختار ايه بالظبط. في النهايه حابب اقول لك لما تلتزم بطراز معين وستايل معين في ديكور بيتك او ستايل واحد بس في ديكور بيتك، هتحس ان شكل بيتك هادي ومريح، وهتحس ان كل حاجه محطوطه في مكانها المناسب. لو حابب تشوف فيديوهات اكتر ممكن ترجع تتفرج على الفيديو اللي نزلناه قبل كده اللي بيتكلم عن ازاي اقدر اخلي بيتي بيت دافي ايا كان نوع الستايل اللي انا هشتغل بيه. كان معاكم احمد هشام مهندس ديكور، ولو عندك اي استفسار وعندك اي كومنت اكتب لي تحت في الكومنتس وهتلاقيني برد عليك على طول. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، لان صدقني ده بيفرق معانا جدا وبيخليني ان انا استمر واكمل انزل فيديوهات اكتر ومعلومات اكتر. ولو عندك اي موضوع في الديكور او التشطيبات حابب ان احنا نتكلم فيه ما تترددش ان انت تكتب لي تحت في الكومنتات. شكرا واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه.